بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم حبايبنا الكرام متابعين قناتكم أرانب الخير. دايما بتدونا الأمل، بنحبكم في الله، جزاكم الله كل خير. أبطال اليوتيوب، أبطال البث المباشر، ولو عندك سؤال اسأل على التعليقات، احنا تحت أمرك. بلاش التواصل على الواتس لأن بيجي لي رسائل كتير على الواتس أنا ما بقدرش أفتحها من قلة الوقت، سامحوني. بحبكم جدا في الله، ربنا يدوم المعروف. فرصة ان انت تربي ارانب. الارنب ما شاء الله سعره كويس، حاجة تساعدك في البيت زي ما اتكلمنا في الكلام ده كتير. جزاكم الله خير. ودي نقلة الحد ان شاء الله، والعربية محملة هي ما شاء الله، طالعين دلوقتي بس ان شاء الله طالعين نقلة الحد. ربنا يعيننا ويقدرنا على زي ما ربنا مرضينا نراضي الناس على قد ما احنا قادرين. بقالنا اكتر من نص ساعة قاعدين بننقي في الارانب ولسه هنلقح. احنا هنتكلم النهارده في موضوع يعني موضوع عايشين فيه بقالنا فتره وانتشر جدا، والموضوع ده يعني طبعا انتوا عارفين انا تعرضت ليه وناس كتير تعرضت ليه، فاللي هو التجسس او التسجيل بالتليفون. الناس مستهونه بحاجه زي كده يا جماعه. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله العظيم. يا جماعة موضوع التسجيل أو تصوير الناس من غير العلم ده موضوع بقى مستباح بطريقة فذة، بطريقة رخمة. موضوع مش سهل، وانتوا عارفين ان انا تعرضت للموضوع ده وناس كتير بتتعرض للموضوع ده. يعني اخ من الناس بنتكلم مع بعض في مش عارف له ايه وليه ايه، قال لي طب تحب، هو عفوي يعني، تحب اسمعك الكلام اللي انت قلته يا شيخ؟ قلت له هتسمعوني ازاي؟ قال لي ما هو انا تليفوني بيسجل. قلت له لا، طب انت استأذنتني علشان تسجل؟ قال لي لا، ما هو تليفوني اصله كده، تليفوني اصله ما ينفعش الا لما ايه طبيعته بيسجل. قلت له ازاي؟ ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. ما انت في خاصيه ان انت تسجل او ما تسجلش. طيب حتى لو تليفونك بيسجل لازم اصلا تستأذن اللي انت هتسجل له. هو انت بمزاجك؟ يعني انا مانيش فاهم. فبيقول لي لا اصل انا عامل تليفوني. يعني شوف الحجج كتير. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما بيجيش يقول لك روح اسرق على طول، روح اذني. هيجي لك يخش لك من حته والله ده انت ظروفك، ده الحياه، روح هات من البنك ربا، ده انت هتعمل ايه، ده انت ظروفك، ده مش عارف ايه، ده غصب عنك. خطوات الشيطان دي خطوه من خطوات الشيطان ان انت تتجسس على الناس. فرد فعل الراجل اللي كان بيكلمني ما عجبنيش. والناس بقت كلها بتسجل لبعض دلوقتي، التليفونات كلها يقول لك اصل التليفون، يعني جايبها في التليفون. يعني ايه مانيش فاهم؟ يعني ايه مانيش فاهم؟ فقلت له لا هو انت سجلت المكالمه دي؟ الله. قلت له استأذنتني؟ قال لي ما هو عادي، ما التليفون بيسجل. ده انا بقعد في قعدات صلح فتليفوني عامله كده على طول علشان اللي يقول كلمه يبقى ملزم بيها، ففاجئوا بيها علشان اقول له انت غيرت كلامي. لا والله، اكن انا لما اتصل بيك غير لما اتصل بواحد تاني. كلامي ممكن يتغير لما اكون قاعد مع اتنين، صح يا حسين؟ غير لما اكون قاعد مع تلاتة. في كلام انا عايز اقوله لواحد، في كلام مش عايز اقوله. ممكن انت باخد راحتي معاك. طب افرض انت بتسجل مثلا زي ما انت بتقول، ده مثلا حجه حصلت قدامي فبحكي عنها، مش قصد حد، فانا بقول الناس بتبرر لخطوات الشيطان. طب انت دلوقتي بتقول انا بحل مشاكل الناس بالتجسس، ده لازم امر نيابه من حرمانيه، صح يا عم حسين؟ صح. هي فيها كلام دي؟ لا. امال ايه كل واحد جايب لي تليفونه وقاعد يتجسس على الناس؟ مش فاهم انا يعني ايه. هو لازم يستاذن بني ادم بس يعني انت دلوقتي يا عم الحاج انت بتقول انا بقعد مع في قعدات صلح بين الناس فانا بسجل للناس. طب هل انت استأذنته؟ طب افرض هو عشان انت في صلح فبيقول لك حاجات داخليه مش عايز يقولها. وبعدين يا عم الحاج هو لو هو بيراوغ او بيعمل كده هو ربنا هينتقم منه، هو ظالم. لكن انت مش علشان انت بحجه تجيب حق الناس فانت بتعمل حاجه حرام. يعني انا مثلا لو واحد سرقنا وما اروح اسرقه؟
ما هي كده بقى. فانت يقول لك اصل انا بقعد في قعدات وانا بفاجئه ان هو قال الكلام ده. ايوه، ما هو دي وسيله ان انت تجيب حق الناس، بس وسيله خطأ. فانت تسجل للناس دي مصيبه كبيره جدا جدا. يعالج الغلط بغلط. الغلط بغلط، وده غلط كبير، ده ربنا نهى عنه نهي كبير جامد. ما تجيبش يا عم الحاج. ازاي انا دلوقتي قاعد مع عم حسين في جنب، قاعد مع عمرو، قاعد مع رجال، بنتكلم في كلام لا يجوز ان اي حد يسمعه. انا حر يا سيدي اقول اللي اقوله، انا اللي مسؤول. في هنا ملكين بيكتب. انا قلت الكلام ده ربنا يحاسبنا عليه، مش انت اللي هتحاسبنا عليه. ازاي بقى انت بتسجل للناس وتاخدها حجه علشان تصلح بين الناس؟ لا، هو الحق باين، الحق بيبقى معروف والشواهد بتبقى معروفة. فموضوع التجسس ده بقى منتشر جدا، كل واحد معاه تليفون يسجل. الناس بتفاجئني يا جماعة وبيبقى عندهم عادي. اللي انا متضايق منه ان الناس مش واخدة بالها ان ده حرمانية كبيرة جدا، فبيتصرفوا عادي، اللي هو العادي اللي هو يعني الراجل بيقول لي تحب اسمعك التليفون؟ قلت له يا سيدي هسمعني التليفون وانا قلت حاجة غلط؟ انا ما قلتش حاجة غلط. كان له مش عارف ارنب واحنا مش عارف ما طلعناش، له ارنب فما طلع. عمرو كان تعبان يوم حد طالعه زي دي، عمرو تعبان. ما هو انت بتسمعني ان انا قلت لك ايوه هبعت لك الارنب يوم الاحد، لكن انا في ظرف طارئ فانت مسجل من الحد اللي قبله. ازاي انت تسجل وانا ما اعرفش؟ ازاي؟ انه منطق ده فين؟ في دين مين ده اصلا؟ في دين المسلمين ازاي؟ انه دين ده يا جماعه؟ فما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده ان انت تسجل لحد ده. يا ابني احذر، ولا تصور حد وهو مش شايف. انت صورته في وضع هو بيعمل حاجه او الله اعلم، او واقف بيبيع بيشتري، ما نعرفش. طب هو مش عايز الصوره دي تبان لحد، هو حر، انت لازم تستأذنه. الناس دلوقتي صور وسجل والقف ونزل على الفيس ونزل على اليوتيوب ونزل، واللي يقدر على التاني. ازاي الكلام ده يا جماعه؟ فاحنا الموضوع ده انتشر جدا بين الناس. انت بتسجل مكالمة بتعمل ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. خليك انت بقى ايه؟ ناصح. يعني في واحد مثلا كلمني في مرة، الشيخ سامر الوضع كذا كذا كذا، وانا خدت ارانب مش عارف من مين ومن مين ومن مين، فانا يا شيخ سامر عايزك الكلام اللي بيني وبينك ده اهو تسجله وتبعته له. قلت له يا ابني انا ماليش دعوه بالحاجات دي، انا ما بشغلش بالي. قال لي انت هتصلح وبدل ما اعمل مشاكل ومش عارف ايه، فانا جاي لك عشان تصلح، ربنا يجعله في ميزان حسنات. قلت له والله يا ابني اللي اقدر عليها هعمله. طيب بعد اذنك انا هسجل، بس انا وانا بسجل هسالك اسجل المكالمه. ده شرط ليه؟ عشان يبقى كلمه ايوه سجل يا شيخ سامر المكالمه تبقى في التسجيل برضه. ما هو ممكن يجي يقول لي انت سجلت ليه؟ صح يا عم حسين، انت سجلت ليه؟ ما انا ما تضمنش الناس اللي قدامك، الناس تعبانه الا من رحم ربي، والخير فينا والخير فيه في امه اليوم الدين. بس انا فذكر انما الذكرى تنفع المؤمنين. انا بذكر، وكلنا فينا عيوب، بس دي من الكباير، دي من الكباير. قلت له طيب حاضر انا هسجل، بس هسالك اسجل ولا لا. اول ما اسجل الله اقول قمت مسجل السلام عليكم. وعليكم السلام. اسجل يا باشمهندس المكالمه اللي بيني وبينك؟ قال لي اتفضل سجل الشيخ سام، الوضع كذا كذا كذا. طيب حاضر يا ابني، وحلينا المشكله. بعتها اللي عامل معاه مشكله، قلت له الوضع كذا كذا وبيقول كذا كذا، وهو قال لي اهو اسمع، هو قال لي سجل. قمت مسجل وبعتها له. قال لي طب نحلها يا شيخ سامر، شوف ايه اللي يتم. قلت له المفروض انت تعمل كذا والمفروض هو يعمل كذا. قال لي خلاص يبقى هي كده بما يرضي الله. لكن انت تسجل من غير ما نعرف مين ده؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ ده فيها نص قرآني مفيش فيه كلام. وبعدين دي مش من شيمة الراجل او من شيمة الجدع او من شيمة المرجلة ان انت كده خيانة، انت راجل خاين كده، خيانة. انت مش واخد بالك؟ لو ما كنتش واخد بالك اديك عرفت او اعرف، فاستغفر ربك وامسح التسجيلات اللي عندك. ان كنت تعرف فدي مصيبه كبيره يا ابني. وبرضه انت مش وانت هتتحاسب على جهلك. يعني تقول اصل انا ما كنتش اعرف، ما حدش قال لك، ده الايه صريحه ولا تجسسوا. تسجيل ده يعني ايه؟ تجسس. طب انت سالته ما عادش تجسس، اسقطت عليه الحجه، صح ولا لا؟ ديننا دين حجه. يعني ما تجيش تقول لي قال الله وقال الرسول. ايوه يا حبيبي، ايه اصله؟ ايه تخريج الحديث؟
حديث موضوع ولا مش موضوع ولا ضعيف ولا حسن. هو ده ديننا صح ولا لا؟ ده انت بتتحرى في واحد جاي يقول لك ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بتتحرى. لكن انت ماشي كده بتسجل للناس وبتاع، انت ايه يا ابني حاطط سيف على رقبه الناس الناس بتثق فيك. صاحبك او اخوك او قريبك او اي حد او معاك في الشغل وثق فيك، اتكلم معاك باريحيه لانه بثق فيك، تقوم انت تطلع في ثانيه تقوم مسجل له. الراجل بيقول لي ما انا بقعد مع الناس وبحل لهم مشاكلهم، بتقعد مع الناس بالتسجيلات؟ ازاي يعني؟ لا ازاي؟ ما مش فاهم تمشي ازاي دي يعني. ما لو كل واحد سجل التاني وصور التاني غصب عنه كده وقام مطلع على الفيس وبتاع، ده حرمانيه كبيره يا حبيبي، ما ينفعش. انت بتشتكي في الاتصالات بقول لك قد تكون المكالمه مسجله، قد بيستأذنك انها لو انت مش عايز اقفل وما تتكلمش. يعني حتى شركه الاتصالات نفسها او فودافون او موبينيل بقول لك قد تكون المكالمه مسجله مثلا، بيعرفك. انا بعرفك ان انت دي هتبقى مسجله عشان هتتحاسب على الكلام اللي انت بتقوله. ما فيش مشكله، بس انا عرفتك، بس انا ايه عرفتك. ايوه. وفي حاجه انا برضو بتكلم فيه، في ناس عندهم لحن القول، يعني اساتذه في الكلام، فممكن يوصلك للكلام اللي هو عايزه يسمعه منك بطريقه غير مباشره. دي شغلته، عنده لحن القول، يعني بيعرف يتكلم الكلمتين اللي يوصلك. يعني مثلا واحد ممكن بيتنرفز فتلاقي اللي قدامه ايه بيوصله للنرفزه علشان يقوم قايل كلام صعب، يقوم واخد المقتطف دون وشغال عليه. افهم بتحصل ولا ما بتحصلش؟ فهو وصل، انت هو خدك في الحاله اللي هو عايزك فيها علشان ياخد اللقطه دي، يعني الكلمتين دول يوصلهم. هل انت شفت سرد الحديث من الاول هو ايه؟ زي ربنا سبحانه وتعالى في الايه ولا تقربوا الصلاه. هتاخد الايه ولا تقربوا الصلاه؟ هتاخد الايه ولا تقربوا الصلاه بس؟ لا يجوز. فخلي بالك، صح، فخلي بالك. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده يا حبيبي. فخلي بالك يا ابني، دي مصيبه سودة. وفي ناس اساتذه في الكلام، يكلمك كلمتين يسخنك على واحد، يقول لك كلمه. فالمصريين انت عارف دمهم حامي، يقوم ده ابني مش عارف ايه، ده انا هعمل ايه وهعمل ايه وهعمل ايه وهسوي ومش عارف ايه هاكس كله. وبعد ما يخلص يقول يا عم، والمصريين بيطلعوا ينزلوا على الفاضي، واغلبيه الناس كده يعني. العربي كده ذات نفسه بيبقى حامي، يطلع على الفاضي ويقول لك يا عم خلاص بقى يا عم، تقوم قايل له يا عم ما يهمش وسامحه وهو اخوك وبتاع، يقوم قايل لك خلاص ما فيش. طب التاني لو سمع الكلام اللي انت قول اللي هو قاله وهو متنرفز، هيتصافى التاني؟ يا اما تقول خير يا اما ايه؟ ما تقولش، تصمت، قل خيرا. لكن ما تروحش تسجل للناس، والموضوع ده منتشر بطريقه رهيبه، بقى حاجه ملهاش حل. فعلى قد ما انا قادر بقول لك يا ابني، وانا بتعرضت للكلام ده وانتوا عارفين، والناس بتحلل لنفسها، يعني الناس بتقعد تحلل لنفسها. اصل انا اسجل علشان اجيب حقي. ايوه، ما هو اخد الحق مش بالتسجيل. لا، هو انت تاخد حته صغيره من الكلام اللي على مزاجك، اللي انت وصلتني المرحله ان انا اقوله، وبعد كده تحاسبنا عليه. وانت مين عشان تسجل؟ مش مسموح لك. فجزاكم الله خير. ده فيديو كده، يا ريت يا ريت والله. اصل الموضوع ده هيبقى كتير جدا جدا جدا. لا، ويقعدوا مع بعض، شوف انا سجلت له ابن مش عارف مين عمل ايه وقال ايه، ده شوف ده فتن بقى، فتن وفساد في الارض بقى، فساد. يا اما تقول خير، اصلاح في الارض، نعمل اصلاح في الارض. جزاكم الله كل خير. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. بحبكم جدا في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.